للأسف ريال مدريد بيدفع ثمن أخطاء التغييرات بتاعة المدير الفني أربلو. النهاردة أنت فايز 3-2. إيه الداعم إن أنا أطلع إبراهيم دياز من أكتر اللعيبة النشطة في خط الهجوم وقت الخط الهجوم كاملة؟ خلاص أصبح اللعب كله على ناحية واحدة، الناحية اليمين دي خلاص انتهت بخروج إبراهيم دياز. كامافينجا نزل ضيع لك المباراة، انذار في انذار اتطرد، خلى الفريق بدل ما كان بيلعب 11 وماشي كويس جدا اصبح الفريق بيلعب 10 وعطى سيطره مطلقه للبايرن. البايرن حول النتيجه من 3-2 ل 4-3 بسبب تغييرات هذا المدير الفني اللي بصراحه ما قراش الملعب كويس. انت ماشي كويس لحد 3-2، لحد التغييرات بتضغط كويس جدا، متماسك جدا دفاعيا، راجع تحت الكوره، بتعمل هجمات مرتده رائعه عظيمه، بتستغل سرعات الناس اللي عندك. لكن تهورك في التغييرات يا جماعه دي مهمه جدا. خلي بالك لو غيرت اي تغيير غلط ممكن التغيير ده كانك بتنزل لاعب او الفريق اللي قدامك نزل لاعب زياده وفريقك اتحرم من لاعب. التغيير عطى الافضليه للبايرن، يعني المفروض التغيير يكون الافضليه لريال مدريد، لا التغيير منح البايرن الافضليه وخلى بايرن ميونخ سيطر اكتر على الكوره بعد ما كان ريال مدريد كان افضل. ريال مدريد بقى بيسجل، اي نعم بايرن ميونخ مكتسح كل الارقام، لكن ريال مدريد يا جماعه هيبقى ان هو بيعرف يسجل. الاهم ريال مدريد واخد الاهم من المباراه الا وهو الفوز 3-2، وممكن كان حط هدف رابع خلص المباراه، ممكن في اي وقت. بتغييراته دي قتل الفريق خالص. للاسف الفريق حارس المرمى مشكله كبيره النهارده، الكرات العرضيه مش عارفين يتعاملوا معاها، جه منها هدف وكانت بتشكل خطوره طوال المباراه. ريال مدريد مش متمركز في الاربع اهداف، كل الاهداف كانت في المتناول. كورتوا اثر تاثير كامل، غيابه عن المباراه عطى او منح بايرن ميونخ نسبه كبيره من الفوز قد تتجاوز ال 40%. كورتوا بصراحه باصابته للاسف ريال مدريد كنت عارف ان هو هيخرج بعد اصابه كورتوا اللي بيمثل نص او 50% من قوه ريال مدريد هذا الموسم والمواسم الماضيه. ريال مدريد يبدا صفحه جديده، يتعاقد مع لعيبه جديده، يرحل المدير الفني، لازم في تغييرات في ريال مدريد. لان بصراحه بالشكل ده تخيل انت مبابي 15 هدف في دوري الابطال ومع ذلك ريال مدريد ما فاز باللقب. رونالدو لما كسبنا اللقب كان 17 هدف وريال مدريد كسب اللقب، لكن للاسف اهداف امبابي لم تشفع لريال مدريد بالبقاء في دوري الابطال والخروج من دور الثمانيه. وللسنه الثانيه على التوالي ريال مدريد لا يحصد اي لقب في سنين بصراحه صعبه جدا على عشاق ريال مدريد وجمهور ريال مدريد. ريال مدريد بيودع دوري الابطال البطوله المفضله بعد الخساره من البايرن في مباراه ريمونتادا غريبه جدا، تحولات غريبه جدا من 3-2 ل 4-3 بسبب هذا المدير الفني. لكن ريال مدريد ادى مباراه رائعه، شوط اول خيالي 3-2 عالمي، شفنا كل حاجه في كره القدم، شفنا كل المهارات. الشوط الثاني ريال مدريد كان حلو جدا وماشي كويس جدا وكان بيخطف البايرن، بيستغل تحولات وعامل مباراه رائعه، مباراه عظيمه. الهجمات المرتده بتاع ريال مدريد رائعه بصراحه، بيستغل ثغرات دفاع بايرن ميونخ. فريق بايرن ميونخ قوي جدا هجوميا لكن على المستوى الدفاعي عنده مشاكل. ريال مدريد لعب عليها، لكن لو استمر التشكيل زي ما هو لحد بعد 3-2 او كان حافظ على التشكيل ما كانش غير وسحب ابراهيم دياز لفاز ريال مدريد على بايرن ميونخ. لكن للاسف ما قراش الملعب كويس اربلوا واخطا اخطاء جسيمه تسببت في خروج الريال النهارده، على الرغم من ان ريال مدريد عمل مباراه كبيره. بايرن ميونخ برضو بصراحه تشعر ان هو في اي وقت ممكن يسجل، بيتحكم في رتم المباراه، في ايقاع الكوره، مسيطر على الكوره. فريقين كبار جدا يا جماعه عملوا كل حاجه في كره القدم، لكن بصراحه بايرن ميونخ من بعد الطرد وهو سيطر على المباراه وقدر بصراحه بامكانيات لعبته فريق كبير يحول النتيجه من 3-2 ل 4-3. مبروك لريال، عفوا مبروك لبايرن ميونخ، وهارد لك لعشاق ريال مدريد في كل مكان. ان شاء الله عائدون مره اخرى للنجمه ال16. ريال مدريد باذن الله هيكون افضل وافضل المواسم القادمه.